السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة انا هكلمكم في فيديو جديد عن الفوط. مش هينفع نعمله على حلقة واحدة عشان هتبقى طويلة، هنعمله على مرتين ان شاء الله. في البداية عندنا انواع الفوط اللي المفروض نستخدمها. ما ينفعش تبقى فوطة واحدة للمطبخ كله. ما ينفعش ان انا امسح المطبخ بنفس الفوطة وانشف وامسك الحلة بنفس الفوطة. طب ايه هي انواع الفوط اللي بتبقى موجودة؟ عندنا ضروري يبقى عندنا على الاقل 3 انواع فوط. مش شرط ان هي تبقى كل نوع منه كتير، ممكن كل نوع يبقى منه 2 تبدلي بينهم. بس المهم ان هي تكون ال3 انواع موجودين وكل نوع ليه استخدامه. في البداية هنتكلم على اول نوعين. النوع الاولاني اللي هي المساكة، وهي اللي قدامنا دي. في منها انواع قماشها خفيف شوية، دي بتتلسع بسرعة. دي انا عاملاها عن نفسي، اللي هي مخصوص، يعني هي عبارة عن قماش انتريه قديم، اللي هو بتاع الانتريه ده. قديم، عملناه وحطينا في قلبيه سفنجة صغيرة، وحطينا حواليه الجزء الابيض ده، وبقت مساكة زي ما انتم شايفين. صعب ان هي تتلسع، وسهلة في الاستخدام وجميلة. اولا المساكة دي ما ينفعش ان احنا نستخدمها في المسح او في المية او في الحاجات دي كلها، لا، لازم دي لمسك الحاجات السخنة بس، من البوتاجاز او من الفرن. بالنسبة لتنظيفها، هو تنظيفها سهل جدا. بنحطها في مية، يعني في مية سخنة بتغلي، ومعاها شوية صابون قليلين، وممكن نسيبها لتاني يوم. هنبص نلاقيها بدأت ان هي تنضف تاني يوم من غير اي مجهود او دعك. مجرد ان احنا ندعكها دعك بسيط هتروح منها اي اوساخ، والجزء الابيض ده بينضف بسهولة. ده اول نوع عندنا. تاني نوع عندنا هي الفوطة دي، وهي الفوطة دي اللي بنستخدمها كتير والاستخدام اليومي بتاعها. اللي هي الفوطة اللي بنمسح بيها البوتاجاز، الترابيزة، الكلام ده كله. دي ممكن يبقى نوعها النوع اللي انا شاريه ده، وده بيبقى موجود في المكتبات، واللي هو البوتيكات، واللي ب2.5، مش غالية. او في ناس بتحب النوع القطن، او في ناس بتحب النوع اللي هو الفوطة. اي نوع يعجبك من ال3 بتجيبيه. بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه في المسح والتنظيف الحاجات وكده. ما ينفعش ان انا استخدمها في الحاجات السخنه، امسك بيها حته، امسك بيها حاجه سخنه، اعمل بيها اي حاجه. لا، هي للتنظيف بس، عشان ما تتلسعش مني. طريقه تنظيفها ازاي بسهوله، والفوطه الثالثه هتكلم عليهم ان شاء الله الحلقه الجايه.